حسم التعادل بهدف لمثله مباراة الكلاسيكو بين الترجي والنادي الصفاقسي المؤجلة من الجولة الأولى للمجموعة الأولى من الدوري التونسي، وذلك مساء اليوم السبت. ولم يخدم هذا التعادل الفريقين، إذ فوت الترجي فرصة الانفراد بالصدارة وبقى في المركز الثاني وبرصيد 11 نقطة. اللقاء لم يشهد أداء فنيا كبيرا، خصوصا في شوطه الأول الذي كانت فيه المحاولات الهجومية شحيحة، وكان أبرزها ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم يسري بوعلي للترجي، لكن محمد علي بن رمضان والذي لم يكن في يومه أضاع بتسديدتها بقوة في القائم الأيمن للحارس أيمن دحمان. في الشوط الثاني تحرك الأحمر والأصفر أكثر بحثا عن التسجيل، وكاد أن يصل للشباك في الدقيقة 60 عن طريق محمد علي بن رمضان، وفي الدقيقة 63 عن طريق حمد الهوني، لكن تألق الحارس دحمان حرمهما من ذلك. وفيما أحبط أيمن دحمان محاولات الترجي مجددا في الدقيقة 67 حين تصدى لتصويبة قوية أطلقها محمد علي بن حمودة. وبعد سيطرة الترجي أخذ النادي الصفاقسي بزمام الأمور منذ الدقيقة 70، فضغط على مناطق المنافس وكاد يفتتح النتيجة عن طريق عبد الله العمري والبديل العراقي علي حسين، لكن تألق الحارس صدق الدبشي حرمهما من النيل من شباكه. ومع مرور الوقت سبب الضغط المستمر في ارتباك دفاع الترجي، فاستغل النادي الصفاقس ذلك ليفتتح النتيجة في الدقيقة 75، واستفز الهدف فريق الترجي فانتفض وألقى بثقله الهجومي من أجل هدف التعديل، والذي سجله في الدقيقة 82 عن طريق الليبي حمد الهوني بتصويبة قوية اصطدمت بأحد لاعبي النادي الصفاقسي ولتغالط الحارس أيمن دحمان. هذا وقد هاجم نبيل معلول مدرب الترجي طاقم التحكيم الذي أدار لقاء الفريق أمام النادي الصفاقسي عشية اليوم بملعب حمام الأنف البلدي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. معلول أكد أن الحكم يسري بوعلي كان ينظر إلى قائمة اللاعبين قبل إشهار البطاقات الصفراء، وهذا غير معقول وفقا لقوله، ومضيفا أن ذات الحكم أدار لقاء النادي البنزرتي والترجي قبل توقف البطولة ولم يكن في مستوى الحدث. وختم مدرب الترجي تصريحه باللوم على مساعد الحكم، والذي أشار إلى وجود عملية تسلل إثر رمي التماس وفق قوله، ومضيفا أن الاتحاد الدولي الفيفا سيطلب منا إيقاف الكرة نهائيا لو سمع بمثل هذه المهازل على حد تعبيره. ختاما، مسؤولي شيخ الأندية التونسية تواصل الاتصالات مع عدد كبير من اللاعبين وقصدا انتداب في الميركاتو الشتوي القادم، كما تجهز الإدارة ل3 صفقات قادمة وبطلب خاص من المدرب نبيل معلول، وذلك لسد النقائص في بعض المراكز التي يعاني منها الفريق. وتتحفظ إدارة الترجي على ذكر الأسماء من أجل إكمال سير المفاوضات بسلام وبكل احترافية، وبعيدا طبعا عن كل الإشاعات لبعض المواقع. ومن جانب آخر أكدت بعض المصادر الصحفية الليبية والمقربة من الظهير الليبي محمد المنير عرض خدماته على المكشخة من طرف وكيل أعماله، وكنا قد تطرقنا إلى هذا الخبر من قبل. اللاعب الليبي ارتبط اسمه سابقا بالترجي، لكن بعض الجزئيات عطلت الصفقة وليحل محله آنذاك الجزائري إلياس الشتي. واللي ما يبغي ينسانا على درامة ربنا.